اوعى تزعل لو لقيت ربنا بيدي شخص ما يستاهلش في نظرك انت. وما تزعليش لو اي حد غدر بيك، الناس بتهتم بيه. ما تزعلش اللي انت ماشي على جنب الدنيا ضايقه عليك، والدنيا سعيده مع اللي مش محترم. اوعى تزعلي عشان سنك كبير وما اتخطبتيش، او تشوف اللي حواليك بيتخطبوا وانت قاعده زعلانه. اوعى تزعل لو وقفت جنب حبيبك او خطيبك وبعد ما كبر واتشهر غدر بيكي او غدر بيك. اوعى تزعل لو الدنيا كلها اتخلت عنك ومش لاقي حد يطبطب عليك فيها. اوعى تزعل لو انت بتكافح كتير ورزقك قليل. اوعى تزعل لو لقيت ناس بتعصي ربنا وهم مبسوطين وانت قاعد مخنوق وتعبان. سيدنا النبي اتحاصر من الكفار كذا سنة، كان بياكل ورق الشجر. كفار قريش كانوا بيشربوا مية من كوز من الذهب. سيدنا يوسف اتحرم من ابوه 40 سنة واتحبس 10 سنين عشان ما يعملش حاجة حرام. ربنا دايما بيختبرك في الصغيرة والكبيرة، في الشدة وفي الصعب، وبيشوف فعلا قد المسؤولية ولا لأ، ولا تتضايق وتقول مش معنى أنا. خلي بالك حب ربنا مش ببلاش. ادعي ربنا دايما يسقيك من كوز محبته. افتكر دايما ان الدنيا دي زي الميزان، ما تزعلش عشان بعد الزعل بفرح، وان شاء الله ربنا هيرضيك. سلام.